يا أهلا بكل محبين قصة فيلم. جاهزين نبدأ فيلم النهاردة؟ صلوا على النبي الأول وما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا بينا. بيبدأ فيلمنا النهارده مع الشرطة أرسين، وبنشوف واحدة جنبه بتسأله لو هو قاتل متسلسل، وبعدها بنعرف إن ما بين 2018 و2020 بدأ قاتل متسلسل في أمريكا يعمل جرائم كتير وبشكل منفرد، وقدر إن هو ينفذ مجموعة جرائم مدروسة في عدد من الولايات، وبدأت في ولاية دنفر ووصلت لولاية واين مين، ووصل جرائمه الأكبر عدد في مقاطعة هود ليفر في ولاية أرجين. وبنعرف إن بناء على مقابلات الشرطة ورواية الشهود التفصيلية وملاحظات رجال الشرطة إنه اتعمل الفيلم ده بطريقة دراماتيكية لقصة حقيقية واللي اتعرفت من عمليات القتل الأخيرة في المجزرة اللي حصلت. وبنشوف بعدها أرسي وهو بيطارد واحدة بنت بالعربية وبتبقى مصابة في ودنها، وواضح إنها تعرضت لاعتداء شديد. وبيبدأ الفصل الثالث من الرواية وبيبقى بعنوان من فضلكم تقدروا تساعدوني أرجوكم. وبيظهر على أرسين إنه مضطرب وبيبدأ يشم كوكايين، وبيقرر إن هو يوقف العربية وبيطلع يحاول يضرب نار على عربية البنت، وبينجح إن هو يسيبها وبتنقلب بيها العربية، لكن البنت بتبقى لسه عايشة، فبتقرر إنها تنزل من العربية وتحاول تهرب من خلال الغابة. وبينزل أرسي واللي معاه سلاح عشان يطاردها، وبتلاقي البنت مكان واضح إن كان في حد مخيم، فبتقرر إنها تقعد عشان تستريح، وبتلاقي إزازة كحول فبتشرب منها عشان تسكن الألم، وبتشيل من على ودنها اللزقة اللي حطها عشان توقف النزيف، وبتحط عليها كحول عشان تطهر الجرح. وبتعمل كل ده وهي بتتألم، وبتحاول إنها تكتم صوتها عشان أرسين ما يسمعهاش، وبتدخن سيجارة، وبتقدر تهرب قبل ما أرسين يوصل لها. وبتجري في الغابة وبتقابل سور، فبتنط من فوقيه عشان تدخل للبيت اللي في الغابة، وبتوصل البيت وبتبدأ إنها تطلب المساعدة. وفي نفس الوقت بيوصل أرسين للمكان اللي هي كانت فيه وبيتأكد إنها دخلت الغابة، فبيقرر يطاردها، وبيفتح الباب للبنت راجل عجوز ومراته، فبتترجاهم يساعدوها وبتفقد الوعي. وفي الفصل الخامس واللي بيبقى بعنوان تعالي هنا يا قطة، بنشوف البنت وهي مستخبية في مكان ضلمة، وبتسمع صوت أرسين وهو بينادى عليها وبيقول لها تعالي يا قطة، فبتحاول تكتم نفسها عشان ما يسمعهاش. وفي الوقت ده بيبقى أرسين دخل لبيت الغابة ومعاه سلاح وبيبدأ يدور عليها، وفي الخلفية بيبقى شغال راديو فيه اتنين بيتكلموا عن كائنات متوحشة ليها فرو وبتشبه الدببة بيعتدوا على البشر. وبيدخل أرسين لغرفة النوم ويبدأ يضرب نار على الصندوق اللي فيها، ولما بيفتحه بيكتشف إنه فاضي، فبيخرج يكمل تدوير في باقي البيت، وبيفشل برضه إن هو يلاقيها، فبيطلع يدور عليها في الدور الثاني. وبنشوف جثة الراجل عجوز وهو غرقان في دمه، وبينزل أرسين للجنينة عشان يلاقي أي أثر للبنت، فبيكتشف إن الجنينة مرمي فيها لحوم وفراخ مجمدة، فبيقرر يطلع تاني البيت ويدور في الفريزر، وقبل ما يفتحه بيضرب عليه رصاص، ولما بتبدأ البنت تصرخ بيفتح الفريزر وهو بيضربها وبتفقد الوعي. وفي الفصل الأول من الرواية واللي بيبقى بعنوان مستر سينفر، بنشوف أرسين ومعاه بنت في عربيته قدام فندق وبيبقوا بيدخنوا، وبتعرفوا البنت إن السيجارة الإلكترونية اللي معاها مختلفة عن السجاير الحقيقية، فبيعرفها أرسين إن السيجارة الإلكترونية أفضل ليها، فبتعرفوا إنها جربت تدخن من سيجارته من شوية، فبيسألها أرسين لو لسه عايزاه يحجز لها غرفة في الفندق وبتوافق، وبتبقى عايزة بس تدخل عشان تحاول تقرب له أكتر، فبيمد إيده عشان يجيب لها مشروب من الكنبة العربية اللي ورا، وبيبقى واضح إنه مخبي بندقية تحت كنبة العربية. وبيعرفها أرسين وعاوز ياخد رقم تليفونها، فبتستغرب طلبه لأنها بتبقى متوقعة إنه يطلب منها الانستجرام بتاعها، فبيعرفها إنه ده قديمة ويهمه أكتر إنه ياخد رقم تليفونها، فبتأكد له إنها معجبة بيه، عشان كده بدأت إنها تتكلم معاه، وبتعرفه إنها مش متعودة تبقى في مكان مقفول مع حد ما تعرفوش، وعشان كده يهمها إنها تبقى في أمان لأنها تبقى معاه لوحدها ومفيش أي شهود. وبتسأله لو كان عنده فكرة عن الخطر اللي هتتعرض له واحدة زيها عشان بس يقرر إنها تحاول تستمتع بوقتها، فبيعرفها إنه ما فكرش في الموضوع ده قبل كده، فبتأكد له إنه ما فكرش لأنه مش واحدة ست، فبتحذره إنه يبقى عنيف معاها لأن الموضوع ده بالنسبة لها ما فيهوش هزار وأشبه بمسألة حياة وموت، وبتطلب منه سيجارة وبيوافق، وبتعرفه إنها حاسة إنه شخص لطيف وعشان كده بتبقى عايزة تسأله سؤال، وبتصدمه لما بتسأله أنت قاتل متسلسل، وبيستغرب أرسين من سؤالها، فبتطلب منه إنه يبص في عينيها ويجاوبها بصراحة، فبيجاوبها وبيأكد لها إنه مش قاتل متسلسل. وبعدها بيظهر إنهم دخل الفندق، وبدأ أرسين إنه يعتدي عليها وبيبقى بيحاول يخنقها وهي مش بتقاوم، لكن بالعكس بتطلب منه إنه يخنقها أكتر، وبعدها بتطلب منه إنه يوقف، فبيستجيب وبيقف، وبنعرف إنها مضطربة، وبيبقى طلبها إن اللي معاها يحاول يعذبها، وبتحاول إنها تستفز أرسي، فبيحاول يمنعها وبيفهمها إنه مش لازم يعملوا كده، وبيطلب منها إنها تديله رقم تليفونها، فبترفض، فبيطلب منها أي أكونت ليها على موقع التواصل الاجتماعي، فبترفض برضه لأنها مش بتستخدم موقع التواصل الاجتماعي. وبعدها بترجع تستفزه، فبيقرر ان هو يضربها ويقيدها في السرير، وبيبدا يعتدي عليها، فبتترجى انه ما يقتلهاش، ولما بتصرخ بيعرفها انها ست مريضه، وبيهددها انه هيذبحها وهيفضل يتفرج عليها وهي بتنزف لحد ما تموت، وبتبدا تشنك وبتقول له مستر سينفر، وبنعرف ان دي كلمه السر واللي اتفقوا عليها قبل ما يدخلوا الفندق. وبيبدا أرسين هو يفكها، وبيعتذر لها لما بتنهار انه هددها انه هيذبحها، فبيتضايق أرسين وبيعرفها ان هي اللي طلبت منه يعمل كده، وفجأة بتبدأ انها تضحك بشكل هستيري وبتشكره على اللي عمله، وبتبدأ قالت له كلمة السر عشان ياخدوا استراحة ويدخنوا سجارة، ولما بيحاول أرسين وهو يقرب منها بتبص له بطريقة غريبة ومخيفة. وفي الفصل الرابع من الرواية واللي بيبقى بعنوان سكان الجبل، بنشوف الست العجوزة وهي قاعدة مع جوزها وبيشربوا قهوة، وبيبقى واضح انهم عايشين حياة هادية وسعيدة، وبيروح جوزها عشان يجهز لهم فطار وبيبدأوا يفطروا مع بعض، وبيبقى واضح انهم مستمتعين جدا بالأكل، وبعد الفطار بيكملوا لعبتهم وبيجمعوا قطع البازل، وبيبقى هو متقدم عليها ب3 قطع، وبيحاول ان هو يساعدها فبتمنعه لانها عايزه اللعبه تبقى منصفه وتفوز هي وقت ما تستحق الفوز. وفي اللحظه دي بيتفاجئوا بالست اللي بيطاردها أرسين واللي بتخبط عليهم وبتطلب المساعده، وبتبقى الست العجوزه حاسه انها مجنونه
وبتطلب من جوزها انهم يجيبوا رشاشه دببه عشان يدافعوا بيها عن نفسهم، وبيقرروا ان هم يفتحوا لها الباب وبيبداوا يساعدوها، وبيسالها الراجل مين اللي بيطاردها، وبيبقى شاكك انه من المخلوقات اللي بتحاول تاذي البشر، فبتطلب منه مراته انه يتكلم بصوت واطي، وبتستغرب البنت من كلامهم وبتسالهم مين الكائنات دي، وبتعرفها الست ان الكائنات دي اسمها سكوتشي موجوده في الغابه، وبتاكد لهم ان هم ما بيحاولوش يحتكوا بيهم، وبتعرفهم ان الراجل اللي بيطاردها كان بيسوق عربيه، فبتطمنها الست العجوزه ان سكوتشي ما بيقدروش يسوقوا عربيات، وبتحذرها الراجل انها هتموت لو كان اللي بيطاردها سكوتشي، فبتسالهم ان هم لو يملكوا اي اسلحه، فبتجاوبها الست ان عندهم بس رشاشه دببه، فبتبقى شاكه البنت ان عندهم سلاح لانهم من سكان الجبل، فبتحاول الست تفهمها انهم مجرد 2 عواجيز، وبتبدا البنت انها تتألم، فبيطلب الراجل من مراته انها تجيب لها الدواء المسكن، وبيبقى مش باقي منه غير حبه صغيرين، فبيعرفها جوزها انها مش المفروض تبقى انانيه، وده بيخليها تقتنع بكلامه، وبتروح عشان تجيب لها الدواء، وبتعرفوا انهم لازم يكلموا الشرطه، ولما بتشوف البنت الاكل بتطلب من الراجل العجوز انها تاكل، فبيساعدها انها تقعد عشان تاكل، وبتبدا تاكل بطريقه غريبه ومتسرعه، وبيعرفها الراجل انه كان بيسوق سكوتر لكنه من فتره فقد ساقه في حادثه ومركب طرف صناعي، وفي الوقت ده بتنده عليه مراته عشان تساله عن مكان الدواء، وبتفكره انه يطلب الشرطه، وبترفض البنت وبتطلب منه انه ما يحاولش يبلغ الشرطه، فبيصمم الراجل انه يكلم الشرطه، وبيروح يرفع سماعه التليفون، وفي اللحظه دي بتترجى البنت انه يتراجع، وفي نفس الوقت بتنزل الست العجوز وهي معاها الدواء، وبتتفاجئ بجوزها وهو مصاب، وبتبدا البنت تضربه بالتليفون على راسه وتعنته بالسكينه، فبتاكد لها البنت انها ما كانتش عاوزه تقتله لكن اضطرت انها تعمل كده، وبتطلب منها بمنتهى البرود انها ترفع ايديها وتساعدها في اللي هي هتعمله، لانها ناوي انها ما تقتلهاش، وبتوعدها بكده، ولكن هتأيدها عشان تطمن انها مش هتأذيها، وبتسمع الست كلامها، فبتطلب منها تعرفها ان لو كان عندها قيود او حبال او اي حاجه تقدر تساعدها، وبتعرفها الست ان ده كرم كبير منها، وبتحاول تبرر لها انها مش عاوزه تبوظ لها يومها وتعمل معاها اكتر من اللي عملته مع جوزها، فبتعرفها الست ان في ملجأ العواصف اللي بره البيت في سلسله ممكن تفي بالغرض، ولما بيخرجوا بتقدر الست انها تجري وتهرب منها، وفي اللحظه دي بيوصل ار سي، فبتقرر بنت انها ترجع للبيت وتستخبى في الديب فريزر، فبترمي كل اللي فيه وبتفصل عنه الكهرباء، وبتاخد الدواء المسكن اللي جابته الست العجوزه، وبتاخد جاكيت عشان ما تحسش بالبرد، وولعها عشان الضلمه، وبتدخل الديب فريزر وبتقفل على نفسها. وفي الفصل الثاني من الروايه واللي بيبقى بعنوان عجبك الاحتفال، بنشوف البنت وهي مع ارسي في الفندق، وبتقترح عليه ان هو ياخد معاها جرعه كوكايين، فبيحاول يمنحها وبيعرفها ان النهار هيطلع وانه من فتره ما اخدش مخدرات، فبتعرفه انها عايزه تحتفل لان النهارده عيد ميلادها، وبيوافق ارسي انه يحتفل معاها، مع انه بيبقى ظاهر عليه التردد، وبتحط لنفسها من كيس الكوكايين وبتحط له هو من علبه تانية معاها، وبعدها بيظهر عليه الاضطراب، فبتدخل الحمام وبتطلع من شنطتها سكينه وجهاز صاعق كهربائي، وبتروح تسحب ارسي من طرقه الفندق، وبيبقى ظاهر عليه الاعياء الشديد، وبيبقى شاكك ان هو تعبان بسبب الكوكايين، فبتعرفه انه ما خدش جرعه كوكايين وانه خد كتامين، وده نوع مخدرات بيستخدم في العمليات الجراحيه، وبتهدده انها تصعقه بالكهرباء، وبتعرفه انها ما كانتش عايزه تعمل كده وكانت بتحاول بس انها تستمتع بوقتها، وبعد مرور 10 دقايق من التعذيب بتدخل الحمام وبتبدا تفتش في حاجات ارسي، وبتتخلص من تليفونه في الحمام، وبتفتح محفظته وبتاخد فلوسه، وبتكتشف انه شرطي، فبتخرج تنظف له الجرح، وبتبقى ناقشت على جسمه اول حرفين من اسم السيده الكهربائيه، وبتطلب منه انه يحاول ينام، وبتستعد انها تطعنه بالسكينه، فبيخرج المسدس بتاعه وبيسيبها في ودنها، فبتحاول انها تهرب وتجري بره الفندق، وبتدخل فندق تاني، وبتطلب من السيده اللي في الريسبشن انها تساعدها، وبتطلب منها انها تقفل الباب بالمفتاح، فبتوافق الست وبتساعدها، وفي الوقت ده بتطلب البنت اللي بتشتغل عامله نظافه انهم يفتحوا لها الباب ويسيبوها تخرج، وبتحذرها البنت انها لو خرجت ممكن تتقتل، وبتطلب من الريسبشنست اي سلاح، فبتعرفها انها ما عندهمش غير مضرب البيسبول، وبتطلب موظفه الاستقبال من عامله النظافه انها تطلب الشرطه، فبتعتذر لها انها مش عايزه تورط نفسها في حاجه زي دي، فبتقرر انها تروح تكلم الشرطه بنفسها، وفي اللحظه دي طعنتها البنت في رقبتها، وبتروح ترمي التليفون من ايد عامله النظافه، وبتهددها لو حاولت تعمل كده هتقتلها، وبتطلب منها انها تجيب اي ضماده عشان الجرح اللي في ودنها، وبتطلب منها انها تديها مفاتيح عربيتها كمان وتديها هدومها. وفي الفصل السادس من الروايه واللي بيبقى بعنوان هو من جاري جرامر، وبتشوف ارسي وهو رافع سلاح على البنت واللي بتبقى فاقده للوعي وما بيقدرش ياخد قرار انه يقتلها، فبيقعد شويه عشان يفكر، وبيقرر يحط الكلبش في ايديها ويقيدها في الفريزر، وبيروح عشان يتصل بزميله بيت، وبيبلغه انه حط نفسه في ورطه ومحتاج لمساعدته، وبيوصف له العنوان بالتفصيل، وبعدها بيرجع بيلاقي البنت فات، فبيعرفها انه يقدر يتمكن منها، وبتبقى هي مقتنعه ان اللي حصل ده شبه كش ملك، وبتساله ليه هو سايبها عايشه بعد كل اللي حصل له بسببها، فبيحاول يعرف منها اذا كانت هي فعلا السيده الكهربائيه، وبتعرفه انه مش مهم انها تتحبس لكن المهم انها تفضل عايشه، وبتبدا تسخر من نفسها لانها شايفه انها تقضي عمرها كله في قفص صغير وفي مقابل انها تفضل عايشه، وبتبقى مستغربه غريزه البقاء اللي موجوده عند كل البشر، وبتعرفه انها لما كانت بتشوف برامج عن جرائم القتل افتكرت انها ممكن تبقى زي جاري جرامر، فبيسالها ارسي مين ده، فبتعرفه انه ده مجرم طلب فرقه الاعدام بنفسه، وهي كانت فاكره انها لما تبقى في الموقف ده هتعمل زيه، لكنها اكتشفت انها مش عايزه اكبر من 3 وجبات ومكان للنوم، وبتاكد له انها ما خططتش لكل اللي حصل، وبتبدا تعيط وتغني اغنيتها المفضله، وبتعرفه ان الاغنيه دي بقت مرتبطه بيهم هما الاثنين وهيفتكرها كل ما يسمعها، فبيعرفها ان ده ممكن يحصل، فبتطلب منه انه ما يقولش كلمه ممكن، وبتبدا ترش عليه من رشاش الدببه،
فبيبدا يتخبط وبتوصل له فبتحضنه وبتاكل جزء من رقبته حرفيا، وبيبدا ينزف لحد ما بيحتضر وبيموت. وبعد فتره بتخرج من الفريزر وبتحاول تسحبه عشان تاخد المسدس بتاعه واللي شايله في الجزمه، وبتنجح فعلا انها تلاقي المسدس فبتخبيه. ولما بتسمع صوت الشرطه بتبدا انها تتظاهر انه كان بيحاول يغتصبها، وبيوصل بنته معاه شرطيه زميلته وبيبقى ظاهر انها متعاطفه مع البنت لما بتشوفها في الحاله دي، فبتروح لها وبتحاول تهديها وبتاكد لها ان ارسي مات. وبتبدا الشرطيه تفك ايديها ولكن بنت بيمنعها وبيفهمها انه ما يعرفش مين الجاني ومين المجني عليه، وان ما ينفعش ياخدوا اي اجراء دلوقتي. فبتعرفوا انها محتاجه رعايه طبيه وده اجراء اللي المفروض ياخدوه. فبيحاول بنت يمنعها وبيعرفها انهم لازم يستنوا فريق الاسعاف ومحققين جرائم القتل. فبتعرفوا زميلته ان فريق الاسعاف مش ممكن يوصل قبل ساعه، وبتفك قيود البنت واللي بتتظاهر انها منهاره. وبتعرفوا ان ارسي واخد جرعه كوكايين، وبتاكد بنت لما بيلاقي فعلا ان ارسي معاه جرعه كوكايين في جيب الجاكيت بتاعه، وبتحكي له ان جابها للبيت ده لما كان فاكره مهجور وقتل الراجل لما حاول ان هو يمنعه. فبيستغرب بنت من شكل رقبه ارسي. فبتعرفوا زميلته ان البنت كانت مقيده وبتحاول انها تدافع عن نفسها باي طريقه، وبتبدا البنت تتظاهر انها منهاره وبتفضل تضرب في جثه ارسي. فبيحاول بنته يهديها وبيعرفها انه يروح للعربيه ويبلغ الاسعاف وانهم هيستنوا هنا لحد ما يجوا ينقذوها. فبتعترض زميلته وبتفهمه ان البنت محتاجه رعايه طبيه ومهمتهم ان هم يحافظوا على حياتها. فبيحاول بنته يقنعها ان دي مش اول تجربه ليه، فبتتعصب لما بتحس انه مش عاوز ياخد برايها لانها واحده ست. فبيأكد لها ان الامر ملوش علاقه بكونها واحده ست، وان الامر له علاقه انه شاكك ان البنت ما بقتش هي الضحيه ولازم ان هم يحاولوا يكتشفوا ده. فبتبدا البنت تتظاهر انها في حاله تشنج عصبي، فبتغضب الشرطيه وبتطلب من بنت انه يساعدها عشان ينقلها للمستشفى. وفي طريق من المستشفى بتحاول الشرطيه انها تطمن على البنت وبتطلب منها انها تتنفس بانتظام. وفي اللحظه دي بتقابلهم الست العجوز وبتبلغهم ان في بنت جت وقتلت جوزها وحاولت تقتلها. وفي اللحظه اللي بتشوف فيها البنت بتقرر البنت انها تضربها برصاصه في دماغها، وبتبدا تهدد بنت وزميلته وبتطلب منهم يسلموا اسلحتهم، وبتاكد للشرطيه انها مش هتقتلها عشان اللي عملته معاها. وبيبدا بنت ان هو يلوم زميلته لان هي السبب في الموقف اللي هم فيه دلوقتي. فبتهدده البنت ان لو زميلته ماتت مش هتموت لوحدها وهتقتله معاها. فبتطلب منها الشرطيه تسلم نفسها، فبتنفعل عليها وبتطلب منها انها تخلص ويسلموا اسلحتهم اللي معاهم. وتحت التهديد بيسلموا اسلحتهم وبتعرفهم انها السيده الكهربائيه، وبتدي فرصه للشرطيه انها تهرب من الغابه، وبتدي اوامر لبيت انه يفضل معاها سايق العربيه. وفي الفصل الختامي للروايه واللي بيبقى بعنوان السيده الكهربائيه بنشوف بنت وهو بيسال السيده الكهربائيه عن سبب طلبها ان هم يقفوا في المكان ده. فبتطلب منه يسيبها تفكر. فبيسالها بنت هل هي فعلا السيده الكهربائيه، فبتاكد له انها هي. وبيسالها لو ناويه انها تقتله، فبتقول له انها مش القتله المفضله بالنسبه له. فبيسالها هي ليه قتلت كل الناس دي، فبتجاوب انها احيانا مش بتشوفهم بشر ولكنها بتشوفهم شياطين. وبتبص البنت في المرايه وبيظهر عليه الرعب، فبتقرر انها تقتله. وبتنزل من العربيه وهي في حاله سيئه، وبتقرر تدخن سيجاره وبعدها بتمشي على الطريق. وبتقابل العربيه فيها واحده ست، فبتطلب منها المساعده. فبتنزل الست بسرعه عشان تساعدها، وبتبقى متعاطفه معاها من شكلها، وبتساعدها انها تركب العربيه. ولما بتركب العربيه بيظهر عليها الاضطراب الشديد، وخصوصا لما بتشوف وشها في المرايه. وبتحاول تطلع المسدس، فبتضربها الست بالنار وبتاخد منها المسدس وبتتصل بالشرطه، وبتبلغهم انها ضربت بنت بالرصاص لما حاولت ترفع عليها السلاح. وبتاكد لهم انها ما كانتش قدامها حل غير كده. وبيظهر على السيده الكهربائيه التعب الشديد وبتحتضر وبتموت. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك. هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.